فتحنا عرض سماك داون بدخول ريمستيريو. دخل ريمستيريو الحلبة وسط سخف جمهوري لأن العرض كان في مدينة ريمستيريو. تكلم ريمستيريو قال: آخر مرة فزت بريال رامبل كانت 2006 وأريد تكرار ذلك وأفوز ببطولة العالم في ريسلمانيا. فزت على ريسلمانيا 41. ثم شفنا مقاطعة من كيفن أوينز. دخل كيفن أوينز الحلبة وقال: أنا من أشد معجبيك يا ريمستيريو وأودك أن تفوز بالريال رامبل وتلعب ضدي في ريسلمانيا على البطولة. ريمستيريو قال لكيفن أوينز: أي بطولة؟ أنت لم تكسب بطولة، البطولة الوحيدة هي مع كودي رودز. ثم تشدوا في الكلام وتحدثت مباراة في المين ايفنت بين كيفن أوينز وريمستيريو. بعدها شفنا مباراة قوية بين جيمي أوسو وكارميلو هيز. مباراة كانت نار وفي الأخير دخل جاكو فاتو وتاماتونغا وبوظ المباراة على جيمي. لقطة كوميدية، شفنا كارميلو هيز وقف بجانب جاكو فاتو وتاماتونغا ويقول I love you. جاكو فاتو ضرب كارميلو هيز ضرب على قدو على طول. وبعدها دخل الترايبل تشيف سابقا سولو سكوا. دخل سولو سكوا للحلبة. كان مايك جديد يتكلم ولكن الجمهور لم يدعه يتكلم. بعد شفنا سولو سكوا في لقطة جديدة أنا صراحة تفاجأت منها. حط المايك، شلح الفيست وخرج من الحلبة. بعد شفنا دهشة في وجه جاكو فاتو وتاماتونغا. بعد شفنا جاكو فاتو هز المايك وقال: أنا القائد الجديد، أنا سأكمل القصة، أنا ترايبل تشيف الجديد. وسط الكلام كما يدخل ال اي نايت ويضرب جاكو فاتو وتاماتونغا ولكن حطوا عليه. بعد شفنا تدخل الوحش برون سترومان اللي كان ينقذ. تدخل برون سترومان واللي لكي يساعد ال اي نايت. شفنا آدم بيرس رسميا يعلن بأن جاكو فاتو وبرون سترومان ضد بعض في صدر داي مين ايفنت، وال اي نايت وتاماتونغا في عرض سماك داون القادم. بعد شفنا الموتر سيتي ماشين يفوزون على لوز جارزات. هذا رحنا المباراة بين ريمستيريو وكيفن أوينز. مباراة كانت رايحة وجاية بين كيفن أوينز وريمستيريو. في الأخير ثبت كيفن أوينز ريمستيريو وفاز. بعد المباراة حاول كيفن أوينز أن يسلم على ريمستيريو ولكن ريمستيريو لم يرد السلام على كيفن أوينز. ثم شفنا كيفن أوينز حاول أن يستخدم حركة المحرومة من WWE. بعدها تشتغل موسيقى أبو الجد أنا أمريكان نايت مير. دخل كودي رودز جليل الحلبة، أنقذ ريمستيريو من يد كيفن أوينز. في تفصيلة حلوة كثير. لحد الآن كيفن أوينز وكودي رودز لم يوقعان على العقد في المباراة ريال رامبل، والعقد سيوقعان عليه في ساترداي مين ايفنت وسيكون الحكم بينهم شون مايكلز. شون مايكلز سيمسك اللقبين وهو سيقدم لهم العقد وهم سيوقعون. هذه ستحدث ساترداي مين ايفنت السبت القادم. عرض قوي، عرض زق الأحداث للأمام، عرض عجبني صراحة. وشفنا فيه نقل ألقاب، وشفنا فيه ممكن نشوف مباراة بين سولو وجاكو فاتو في ريسلمانيا. ممكن عرض سماك داون القادم جاكو فاتو يقلب على سولو سكوا. ممكن تاماتونغا وجاكو فاتو يصبحان تاك تيم ويفوزان بألقاب الفرق. عرض سماك داون بالنسبة لي جميل جدا رائع. وعجبتني لقطة سولو من اللي رمى المايك وخرج، هذه جديدة صراحة. ولهون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساناش بلايك واشتراك لكي نزيد في المحتوى.